تورس ميديا موقع إخباري كينشر كل عام تصنيف للدول اللي كتقوم بمجهودات للتطوير والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. التصنيف ديال العام الولايات المتحدة الأمريكية جات هي الأولى، متبوعة بالصين وسنغافورة. المغرب جا في المرتبة 57، مسبوق بتونس، مصر، قطر، السعودية والإمارات. الذكاء الاصطناعي ممكن يغير حياتنا اليومية في بزاف ديال المجالات. اقتصاديا ممكن يعاون في زيادة الإنتاجية ديال الشركات ويساعد في اختيار القرارات الاستراتيجية وخلق منتجات وأسواق جديدة. في مجال الصحة الذكاء الاصطناعي غادي يسرع في التشخيص المبكر للأمراض، حيث بإمكانه يقوم بتحليل كم هائل من بيانات ضخمة في وقت وجيز جدا، ويقدر يساعد في خلق أدوية جديدة أكثر فعالية. في التعليم الذكاء الاصطناعي غادي يخلق طرق جديدة في التدريس والتعلم، وغيوفر مساعدة للمعلمين والأساتذة والمؤطرين على بزاف ديال المستويات. اعتبارا لأهمية التكنولوجيا، المغرب قام بمجموعة من المبادرات لتطوير وتبني الذكاء الاصطناعي. نذكر منها على سبيل المثال للحصر إطلاق سنة 2019 برنامج الخوارزمي، برنامج اللي كيدعم المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومؤخرا قرار إدماج مادة الذكاء الاصطناعي في جميع اختصاصات التعليم العالي ابتداء من العام الدراسي المقبل.